حين نذكر الهدوء، الثقة، الكبرياء، العراق نذكره بطل آسيا 2007، الحارس الأسطوري الذي صنع مجدا في زمن كان الوطن يبحث فيه عن الفرح، من المرمى إلى مقعد التحليل، ومن تجربة الذهب إلى الحديث عن جيل جديد. من هو ضيف توقعاتي؟ نور صبري، أسطورة حراسة المرمى العراقية والعربية. أهلا بك إلى برنامج توقعاتي. مساء الخير عليك. عندما ترى هذه الصور تتأثر فخرا أم تتحسر على الشباب؟ لا تأثر فخرا أكيد. هي كل مرحلة عمرية ونمر بها ونتعداها أكيد هناك بداية جديدة لأمر آخر، لكن أنا يعني أتأثر وأفرح بنفس الوقت بالحالتين. لما تزرع شيء في هذا خلينا نقول بأذهان الناس، بأذهان شعبك وناسك، وتحقق إنجاز للبلد، في فخر كبير. فلذلك أنا حتى يعني حقيقة ضربات جزاء كوريا بآسيا ما أحب أشاهدها، لأن أتأثر جدا، لأن أتذكر الوقت العصيب اللي أنا شخصيا كنت أمر به، يعني الوضع البلد بشكل عام. نعم. فلذلك لا أتأثر فخرا. توقعات الجدار الذي لا ينكسر اليوم ستكون واقعية أم عاطفية؟ لا واقعية جدا. الحوار مع نور صبري اليوم دبلوماسي أم صريح؟ لا صريح. خذي راحتك. كابتن نور، قبل ما نبلش، كيف هو المشهد اليوم في العراق قبل انطلاق البطولة؟ العراق دائما ما يكون مرشح جماهيري، البعض يعتبره أكثر من كونه مرشح فني. هل سيرد العراق في هذه البطولة وسيستعيد هيبة الكرة العراقية؟ أنا أعتقد الوضع الرياضي وخاصة كرة القدم والمنتخب العراقي بالتحديد يمر بمرحلة صعبة جدا، أعتقد مرحلة ضبابية. عدم وضوح من خلال نتائج المنتخب، الظروف المحيطة، الظروف الإدارية باتحاد كرة القدم مؤثرة جدا على وضع كرة القدم في العراق. أمور كثيرة أعتقد هي مرحلة غير جيدة للكرة العراقية، تمر بمرحلة هبوط بالمستوى، وأيضا قلة المواهب وعدم تحقيق النتائج، ويعني قلة ثقة الجمهور بهذا الفريق، رغم أنه توفر له أمور كثيرة، دعم بشكل كبير، وكان متوقع أن يتأهل من الأدوار الأولى. على سيرة الجمهور، العراق ربما يمتلك أكبر قاعدة جماهيرية في الخليج وربما على المستوى العربي. هل الجمهور العراقي بات أكثر صبرا أم أكثر قسوة؟ لا، هو في قساوة، احنا حتى نكون واقعيين، في قساوة، وهذا طبعا يروح للعاطفة بشكل كبير. الجمهور العراقي يحب دائما المنتخب يكون بالصدارة، ويحب يفتخر بمنتخبه أمام الجماهير الأخرى. اليوم باقي الفرق والمنتخبات بدأت تتألق، بدأت يعني تجاوز الفريق العراقي بخطوات كثيرة، من خلال التأهل لكأس العالم، من خلال البطولات، من خلال النتائج والتغلب على الفريق العراقي في وقت كان العراق دائما يتغلب على هذه الفرق. فالجمهور بتكون ردة فعل قاسية، خاصة وهو يتذكر الماضي، هناك ماضي جميل للكرة العراقية. فمسألة اعتيادية، هناك قساوة بالطرح، هناك قساوة أيضا بردة الفعل، لكن هذا ما يمنع. نعم، الجمهور العراقي جمهور كبير، دائما يضيف نكهة كبيرة لكل بطولة يشارك بها المنتخب العراقي. تحية للجمهور أكيد. العراقي. تحية كبيرة. نبدأ من مرحلة التصفيات. كابتن نور، 7 منتخبات فقط رح تتأهل من أصل 14 على مسؤوليتك، بين المنتخب السوري وجنوب السودان. أنا أعتقد المنتخب السوري متطور بشكل كبير، فراح أروح مع منتخب سوريا. سوريا تواصل وجنوب السودان أوت، بين الفدائي والليبي. والله الفريقين فقدوا فرصة التأهل، كان مهمة جدا بالنسبة لهم. يعني راح أروح مع منتخب فلسطين تبقى وليبيا تغادر، بين عمان مع كيروش والصومال. الفريق العماني فريق جيد، راح أروح أيضا مع عمان. بين جزر القمر واليمن المتطور. والله صح، اليمن يقدم مستويات ممتازة، فما راح أروح مع، يعني رغم أنه أنا يعني أتمنى، لكن خلينا نروح مع اليمن. أعتقد اليمن يحقق مفاجأة. لحديت هلأ كعب عرب آسيا أعلى بتوقعاتك. نعم. اليمن الآن بين الكويت وموريتانيا. يعني صح، الكرة الأفريقية متفوقة،
لكن الفرق اللي موجودة الآن بالدور التمهيدي الفرق العربية قد تكون هي صاحبة خلينا نقول الكأس المعلى، فأروح مع الكويت. الكويت. نعم. أيضا عرب آسيا تتفوق على عرب إفريقيا الآن البحرين وجيبوتي. بحرين. نعم. دون تردد. منتخب الأرز لبنان يصطدم بالسودان. والله لبنان فترة يعاني، خلينا نروح مع السودان. مع السودان. نعم. إذن لبنان يغادر ومنتخب السودان يواصل. يعني اخترت جميع المنتخبات هي منتخبات عرب آسيا باستثناء المنتخب السوداني. طبعا توقعاتك مبنية على التصفيات الإفريقية، المستوى الفني اللي قدموا بالتصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا وكأس العالم. كابتن، قبل ما نواصل رحلة التوقعات اليوم، يعني الخلاف بين يونس محمود وعدنان الدرجال أصبح حديث الوسط الرياضي. رمزان كبيران من رموز الكرة العراقية يختلفان أمام العلن، كيف تقرأ هذا الخلاف؟ أنا ضد الخلاف بالكامل وطرحه لوسائل الإعلام، وأيضا طرح ما يحدث بغرف الاجتماعات أو خلينا نقول الغرف المغلقة يطلع للإعلام، وهذا طبعا ضعف كبير بشخصية الاثنين. يعني نتكلم عن الكابتن عدنان درجال، الرجل أيضا قدم أمور كثيرة للكرة العراقية بالفترة اللي ترأس بها الاتحاد، وكان هناك تغييرات ملموسة، هذا ما نختلف عليه. وطبعا هذا ينطبق على أعضاء الاتحاد لأنه بالأخير هم كانوا منظومة واحدة، وسرعان ما هذه المنظومة يعني خلينا نقول تفككت وأصبحت جبهتين، وهذا طبعا واحد من أخطاء الاتحاد، وهذا ما أثر بشكل كبير. والآن حتى الجمهور والإعلام الرياضي هم أيضا منفصل، مجموعة مع عدنان درجال ومجموعة مع يونس محمود. لكن أنا أشوف الاثنين مخطئين بعملية الطروحات هذه اللي تطرح على الإعلام، تطرح بشاشات التلفزيون، وترك الناس تتوقع وتتكلم وتطلق أي شيء بشكل طبيعي جدا بدون الرد أو بدون التوضيح. المنافسة نعم قد تكون انتخابية، قد تكون على المناصب، مسألة اعتيادية، الكل يحب المنصب، لكن أنت اليوم تعمل لمصلحة بلد. وأنا أعتقد أنه المرحلة الأخيرة اللي مر بها الكرة العراقية تحملها الشخصين مع أعضاء الاتحاد الآخرين بحكم الاختلافات المستمرة. في ستوري على الانستغرام لإلك بما معناه بتقول أنه أصبحوا الآن يحبون العراق. بالقبل لما العراق ما كان موجود المشاريع المادية والمصاري والانفستمنت، ما كان حدا يحكي عن حبه للعراق. لمين هاللطشة؟ هلأ صار الكل بس توفرت يعني الثمار والمصاري والاستثمارات، هلأ صرتوا تقولوا لبيك يا وطن. هذا هو ستوري قديم، لكن أنا كنت أقصد به كل من يتغنى بالعراق بعد أن غادر العراق لفترة طويلة، ولما حس أنه استقر البلد رجع. احنا انا واحد من الناس كنت موجود بكل ظروف البلد، بكل ظروفه، ظروف الطائفيه، ظروف الحروب، ظروف الاحتلال، بكل شيء كنا موجودين عايشين حاله طبيعيه، حال كثير من زملائنا مو بس نور صبري. لكن سرعان ما شفنا ناس تصدر المشهد بحكم انه هي غادرت حتى من فترات طويله، وجدت هي تريد تتغنى وتمشي بشكل طبيعي وتتحدث عن العراق. وصلت لهم الرساله، وصلت لهم اللطشه، اكيد توصل. اكيد. كابتن نور، نبدأ يلا بالجد، وهلا على الجد. تمام. من يتأهل أول وثاني المجموعة الأولى بين المستضيفة قطر، تونس وصيفة النسخة الماضية، سوريا والمنتخب الفلسطيني؟ والله قطر المنظم، وأيضا خلينا نروح شوية على البطولة الماضية، كانت بطولة مميزة جدا، أخذت يعني اهتمام كبير، وأيضا كانت المستويات عالية، أيضا الحضور الجماهيري شكل غثاء، وأيضا حضور الفرق الأفريقية كانت مهم جدا. نتكلم عن الجزائر، عن تونس، المغرب. أعطيني أول وثاني المجموعة. أول مجموعة تونس الوصيفة في صدارة هذه البطولة، قطر ثاني في صدارة هذه المجموعة، قطر ثانية، سوريا وفلسطين يغادران. الآن المجموعة الثانية بين المغرب الأخضر السعودي، برازيليو الخليج، عمان واليمن. مباراة هذه أنا متوقع مباراة هذه المجموعة راح تكون صعبة وفيها تنافس كبير، لكن أروح مع منتخب المغرب أول المجموعة. بحس حتترك نفس الترتيب، أعتقد
أعتقد. إذن المغرب يواصل بطلا لهذه المجموعة والأخضر السعودي وصيفا. الآن المجموعة الثالثة التي وصفت بالأصعب بالمجموعة النارية. صحيح. من سيختار نور صبري أول وثاني بين مصر، أردن، إمارات والكويت؟ يعني بحكم أنه قلت الفرق الأفريقية متفوق كثير، فراح أخلي منتخب مصر هو بصدارة المجموعة. إذن مصر تتأهل بطلة لهذه المجموعة الآن، وأروح مع منتخب الإمارات كثاني للمجموعة. أحسن. خلينا نحكي. نعم. نحكي فنيا. أنت قلت توقعات واقعية. الأردن وصيفة كأس آسيا، الأردن التي تأهلت مباشرة إلى كأس العالم. هذا هو السبب اللي خليني أستبعدها عن هذه جيل ذهبي جدا مع مدرب المغربي جمال السلامي. منتخب متطور، منتخب يقدم متعة في كرة القدم، منتخب يدافع بقوة وبشراسة عن بلاده. يعني بنشوف الجرينتا بالمنتخب الأردني. لأنه هي وجهة نظري بالأخير، المنتخب الأردني منتخب مميز ولا خلاف عليه، هذا ما نختلف عليه. بعدك عايش نعم. بالمباراة تبع كأس آسيا الأخيرة؟ لا أنا ما أفكر بهذه الطريقة، بس أنا أتحدث عن مشكلة الفرق العربية هي عدم التواصل هذا بالنتائج. فممكن أنا رأيي بالأخير ممكن المنتخب الأردني تفكيره أبعد من هذه البطولة. هذا رأيي. فلذلك هذا رأيك، بس هذا المنتخب الأردني اللي بناه مواطنك كابتن عدنان حمد. لا هو يعني خلص استبعاده وتقليل من عنده، وانت بتتحمل مسؤوليته. اكيد. الامارات يمكن تشارك بالاولمبي، انت بتتحمل مسؤوليه. والله هذه هي النقطه. اذا الفرق الثانيه هذا موضوع ثاني. طيب. لكن انا اتحدث عن ليش تكلمنا، انا احكي على مؤشرات التصفيات. انا بدي تصيب توقعاتك بالبرنامج. جوابك النهائي؟ إمارات والأردن تغادر البطولة. الآن حاملة اللقب الجزائر تصطدم بالعراق، البحرين والسودان. والله هذه المجموعة صعبة، لكن راح أروح مع منتخب الجزائر كأول المجموعة. الجزائر بطلة لهذه المجموعة. الآن العراق مع أرنولد جراهام. العراق يعني صعب التوقع حقيقة، لأنه حتى اختار العراق راح يقول لك عاطفي، لكن وضع المنتخب العراقي يعني لا يسر، وأيضا المنتخب البحريني بفترة أيضا لا مرحلة شك أيضا، لكن منتخب السودان. خلينا أروح مع العراق كثاني المجموعة. عاطفي القرار، عاطفي القرار عاطفي. لا أنا مجاوب من البداية، يعني راح أخذ مبدأ أنه تعويض عن كل ردة فعل. نعم ممكن تكون ردة فعل، يمرض ولا يموت. منتهي منها هذا أكيد. العراق تتأهل وصيفة لهذه المجموعة. هذا هو المشهد على مسؤوليتك كابتن نور. قبل ما نواصل التوقعات نصل إلى فقرة الأسئلة القصيرة. تمام. بكلمة أو بكلمتين. النادي الأقرب لقلبك، القوة الجوية، الشرطة، الزوراء، الطلبة؟ زوراء. جراهام أرنولد أم خيسوس كاساس؟ لا أرنولد أكيد. جراهام أرنولد. عدنان حمد أم فييرا؟ عدنان حمد. الجمهور العراقي أم الإعلام العراقي؟ لا الجمهور العراقي أكيد. الدفاع القوي أم الهجوم الجميل؟ هذا سؤال شوي لكن الدفاع القوي. يونس محمود أم نشأة أكرم؟ نشأة أكرم. يونس محمود أم عماد محمد؟ عماد محمد. أيمن حسين أم زيدان إقبال؟ فرق بالمراكز، خلينا نروح مع أيمن. حسين سعيد أم عدنان درجال؟ حسين سعيد. أسطورة حراسة المرمى في الوقت الحالي العربية؟ عصام الحضري. عبر التاريخ؟ أيضا عصام الحضري. نور صبري أم رعد حمودي؟ رعد حمودي. ياسين بونو أم عصام الحضري؟ لا ياسين بونو. الشناوي عصام الحضري أم علي الحبسي؟ لا عصام الحضري. أكرم عفيف أم سالم الدوسري؟ سالم. أصعب مهاجم واجهته؟
والله كثير، بس خليني أروح على ياسر القحطاني. أقوى مدافع لعبت بجانبه كان يحمي لك العرين؟ والله وكثير والله منهم لكن راح أختار علي رحمة. متى آخر مرة بكيت بسبب كرة القدم؟ والله بآخر أيامي، آخر اللحظات بالاعتزال، يعني أخذت زاوية وحدي وبكيت. هل تشعر أن إنجاز 2007 لم يقدر كما يستحق؟ لا قدر بشكل جيد، ولا نعم نعم أكيد. نعم. هل فقدت أصدقاء بعد الاعتزال؟ أي أكيد. الإعلام الصادق أم الإعلام المجمل؟ الصادق أكثر بكثير. ما الذي يوجعك أكثر، خيانة صديق أم خسارة مباراة؟ خسارة المباراة جدا يعني تأذيني. خسارة مباراة. خسارة المباراة. نواصل التوقعات. كابتن نور، من سيتأهل إلى مربع الكبار على مسؤوليتك بين المنتخب التونسي بقيادة سامي الطرابلسي والسعودي بقيادة الثعلب الفرنسي إيرفي رينار؟ أعتقد تونس هو المرشح الأكبر. تونس. نعم. إذن عرب إفريقيا ممثلة بتونس تتفوق على عرب آسيا المنتخب السعودي، بين مصر والمنتخب العراقي. مباراة راح تكون جميلة، وواحد من الديربيات أيضا. فترة طويلة العراق ومصر لم يلتقوا، لكن راح أروح مع منتخب مصر. منتخب مصر. نعم. يعني العراق أوت. نعم. إذن مصر تتأهل على حساب العراق. الآن بين أسود الأطلس المغاربة والأدعم القطري. المغرب فريق مميز ومختلف وهو مرشح كبير للبطولة، فراح أروح مع المغرب. نعم. قطر على أرضها وأمام جمهورها، في اختلاف مع أكيد. مدرب جديد. يعني أنا أروح مع المغرب. نعم. المغرب تواصل وقطر تودع البطولة. الآن بين الجزائر والإمارات، الأبيض الإماراتي مع الروماني كوزمن، والجزائر مع مجيد بوقرة. يعني الجزائر هو الفريق حمل اللقب، راح يلعب بالفريق المحلي، لكن أيضا الفريق المحلي عندي معلومة أنه فريق مميز، فراح أروح مع الجزائر. الجزائر تتأهل إلى مربع الكبار على حساب الإمارات. هذا هو المشهد. نعم. لا يوجد أي منتخب عربي آسيوي في مربع الكبار على مسؤوليتك. على مسؤوليتي، لأنه يعني القارة الأفريقية متفوقة أكثر. الآن فقرة لو أعطيتك. نعم. لو أعطيتك ممحات، ما اللحظة التي ستمحوها من مسيرتك؟ أعتقد المشكلة اللي حدثت بكأس القارات، لما أعصيت المدرب ولعبت أمام إسبانيا. لا أنا ما لعبت ولا مباراة، لم أشترك، ويعني فضلت الجلوس في غرفتي، وبعدها تم إبعادي والعودة إلى العراق. تمحيها هاي؟ يا ريت. ندمان؟ أكيد. محيني لك إياها بتوقعاتي. نعم. لو أعطيتك بطاقة حمراء بوجه من ترفع هذه البطاقة في توقعاتي؟ والله في أشخاص كثيرين، مثلا بما أتكلم على يعني على كل من يعرقل كرة القدم العراقية. من طيب؟ كثير والله، مو قلت لك كثير، تعطيني أسماء أعدد لك. لو أعطيتك عصا سحرية، ماذا ستغير في عالمنا العربي، في الوطن العربي؟ أعتقد المواقف الشجاعة يجب أنه تكون، المواقف البطولية يجب أنه في لحظتها في وقتها. لو أعطيتك كرسي رئاسة الاتحاد العراقي، ما أول قرار تتخذه؟ أولا أبعد كل الأشخاص اللي أخذوا فترة طويلة في العمل، وأجدد وأسوي عمل شبابي جديد، أخذ الأفكار الجديدة، الأجيال الجديدة، وأنطلق. لو أعطيتك حرية اختيار مدرب للمنتخب، من تختار؟ المنتخب العراقي بالوقت الحالي؟ نعم. عدنان حمد. لو أعطيتك فرصة للعودة إلى الملاعب لتغير نتيجة مباراة لعبتها، يعني أختار المباراة؟ ترجع تعيشها لتغير نتيجتها. والله في أشياء كثيرة، لكن
والله ما يحضرني. خلينا نقول مباريات المنتخب العراقي اللي كان فيها ركلات جزاء ولم يفز فيها. اوكي. نعم. لو اعطيتك فرصة تلعب لمنتخب عربي غير منتخب العراق، اي منتخب تختار؟ المنتخب السعودي. السعودي. نعم. الآن كابتن، من سيتأهل للمشهد الختامي؟ ونبدأ من تونس ومصر. التقوا بنصف نهائي نعم. النسخة الماضية للبطولة، صعب والآن المباراة. السيناريو نعم. يتكرر في توقعاتك. أنا راح أروح مع مصر. مصر. نعم. مصر راح تأهل المباراة النهائية. مصر. نعم. إذا مصر مع حلمي طولان إلى نهائي كأس العرب، وتونس تودع. مع أنه تونس سجلها بتصفيات كأس العالم وأفريقيا أو بكتير من مصر، سجل مثالي جدا. ما تلقت أي هدف، 28 نقطة أعلى، ما استقبل أي هدف. ما بتغير يعني. لا خلص. مصر. أنت ما تأثرين علي لا أنا الآن قمة شمال إفريقيا أيضا على الطرف الآخر بين المغرب والجزائر. هذه مباراة متأكد من الآن راح تكون من أجمل مباريات هاي راح تروح ركلة ترجيح. وارد جدا. وينك يا نور؟ لكن أنا راح أروح مع منتخب المغرب للمباراة النهائية. المغرب. نعم. إذا المغرب تقصي حاملة لقب النسخة الماضية الجزائر وتتأهل إلى المشهد الختامي. كابتن، سؤال. نعم. لو لم يكن المنتخب العراقي طرفا في نهائي هذه النسخة، من تتمنى، نعم. مش مين بتتوقع، من تتمنى أن يتوج بطلا؟ هيدا قرار عاطفي هون. يعني لو ما كان المنتخب العراقي؟ طبعا. والله طبيعي جدا. انسى التوقعات اللي توقعتها اليوم. مين بتتمنى، مين عاطفيا انت حابب تشوفه منتخب عربي حامل هذه النسخة؟ والله يعني اعتقد اذا اريد اروح مع بلد المنظم قطر، لانه قطر هناك نجاحات كبيرة بكل شيء، فتستحق التتويج من خلال اولا العمل الكبير اللي تقوم به، كل خلينا نقول العمل اللوجستي الكبير، المجهود الكبير من خلال تنظيم البطولات، من خلال توفير كل المستلزمات للكرة القطرية. راح اروح مع البلد المنظم. كمان في منتخب نتمنى انه يحمل كأس العرب. طبيعي جدا، المنتخب الفلسطيني. طبعا هذا طبيعي جدا، الكل يتمنى انه المنتخب الفلسطيني، وحقيقه افرحنا بالنتائج اللي قدمها بالتصفيات. كان في يعني اللحظات الاخيره كان ممكن يتاهل للادوار الاخرى او للملحق بالتحديد. المنتخب الفلسطيني قدم صوره جميله جدا في هذه التصفيات، وقد ياخذها على هذا الوضع للمستقبل يكون فريق اقوى. نعم. الان من هو بطل هذه النسخه 2025 من كأس العرب بين الفراعنة وأسود الأطلس؟ مين راح يكون البطل؟ الفرعون المصري، نعم، أم الأسد الأطلسي؟ بحكم التفوق الكبير للكرة المغربية بالسنوات الأخيرة على كل المستويات، صحيح، على الفئات العمرية، على كل شيء، أعتقد المنتخب المغربي هو سيكون بطل كأس العرب. جواب نهائي. نعم. إذن المغرب بطلة لكأس العرب 2025.